رسالة للكابتن عماد النحاس والكابتن وليد صلاح، لازم واقفة مع الكابتن محمود تريزيجيه. ما ينفعش ان الاهلي يدفع 5 مليون يورو في لاعب اناني، لاعب كل الدنيا شايفة ان هو بيوقع اداء الاهلي، لاعب غلطاته كارثية وبيتحدى الادارة وبيتحدى قرار المدرب. وللمرة التانية وبعد ما اعتذر وقال لك انا حرمته مش هيحصل مني تاني في ماتش انتر ميامي لما تسبب في ضياع ضربة الجزاء وما كانش دوره، كان المفروض وسام ابو علي ثم زيزو ثم هو بعديه. فبكل برضه عنجهية زق الناس زي ما يكون بيلعب حكشة في الشارع، وضيع ضربة الجزاء اللي لولاها كان زمان الاهلي وصل دور ال 16 بسبب الاخ تريزيجيه وحبه لنفسه وانانيته وان هو عايز يبين ان هو اللعيب اللي ما جابتش مصر منه اتنين. فتريزيجيه لازم يقف عند حد. نفس الموقف اتكرر لما لعب يوم مباراة الاهلي والزمالك الجزاء وهو ما كانش ترتيبه، وعماد النحاس كان واضح والشناوي بيقولوا ما تشوتش انت، المفروض بين رمضان اللي يشوطها بكل عنجهيه اصر انه يشوطها. لازم واقفه مع الاخ محمود تريزيجيه. الاهلي مش ساحه شعبيه، ما بيلعبش خماسي، وهو مش اعظم لاعب، بيوقع رتم الفريق وبيبطئ الاداء وبيضيع كور كتير واصرار غريب وعجيب ان هو يمشي بالكره لوحده. لازم واقفه مع تريزيجيه. تريزيجيه مش صاحب النادي، تريزيجيه مش هيحزن فوق ال 50 مليون عشان انانيته وبعد كده يعتذر ومره يعمل الجمهور هش عشان لعم حربي اللي هو قد ابوه ماشي، عشان الراجل بيقول له يلعب للفريق تريزيجيه ويلعب للاهلي. دي مش حسبتكم، مش البيت بتاعكم، ده الاهلي اكبر من